شاركت في مباراة تونس الودية قبل السفر مباشرة للجابون. كنت واحد من اللعيبة، كنت لعبت المباراة بشكل كبير. مباراة تونس كانت مباراة صعبة، مباراة قوية. فرادس وانت متعود على اللعب حتى في تونس وبتأدوا أداء قوي دايما. الملاعب التونسية بتشهد تألق كبير، وانت واحد من اللعيبة اللي شهدت ملاعب التونسية تألقك. يعني قول لي، مباراة تونس صعبة بص لها ازاي؟ طبعا مباراة صعبة. أي مباراة بين منتخب مصر والدول شمال أفريقيا بتبقى مباراة زي ما بيقولوا القمة بتاعت الدول شمال أفريقيا، سواء إحنا أو تونس المغرب الجزائر. فعندهم لعيبة مميزة جدا، إحنا عندنا لعيبة مميزة جدا، على طول في ما بيننا منافسة قوية. زي ما أنت بتقول استاد رادس لعبنا عليه قبل كده كتير مع الترجي ومع الأفريقي، وعملنا هناك ماتشات كتير الحمد لله. كان وشه حلو علينا. ملعب كويس جدا، عندنا خبرات كتير في المنتخب، وعندنا لعيبة كتير شباب، وعندنا لعيبة عندنا عصام الحضري. طبعا كابتن عصام طبعا. يلا وعندنا يلا ما كان منور مع رامز النهارده. يلا. حاضر استنى اخلص السؤال، يا كابتن عصام. و... وعندنا الحمد لله خبرات كتير، فقادرين ان شاء الله باذن الله بالخبرات الموجوده باللعيبه الشباب بالنجوم المحترفين نقدر ان احنا نعمل نتيجه كويسه ان شاء الله، ونرجع بالمكسب لمصر ان شاء الله.